فيلم النهاردة يا أصدقائي هو عبارة عن قصة حقيقية حصلت فعلا في أمريكا. بيبتدي الفيلم ببنت كانت مع أبوها وبنتها اللي كانت مريضة بالربو، ورايحين المستشفى بالعربية علشان يكشفوا عليها. بتطلب من أبوها إنه يسرع شوية علشان البنت تعبانة جدا. ووصلوا المستشفى، لكن الأب حذر البنت إنها تقول أي حاجة. ودخلوا المستشفى بالبنت ودخلوا بيها على العناية المركزة بسرعة، وكانت أمها خايفة وقلقانة عليها جدا. نرجع بقى أصدقاء ماجيك موفيز ل20 سنة فاتت علشان نعرف الحكاية من أولها. كانت سارة البنت الجميلة قاعدة بتتعشى مع أبوها وأمها وأختها، لكنها قامت بسرعة من على الأكل. قال لها أبوها أنت رايحة فين؟ قالت له أنا همشي علشان هتأخر على الحفلة. فاعترض أبوها جدا ورفض إنها تروح الحفلة، وقال لها اطلعي أوضتك. لكن سارة عندت أبوها ونطت من شباك أوضتها وخرجت علشان تقابل صاحبها اللي خدها وراحوا على الحفلة. وبعديها دخل عليها أبوها وأمها الأوضة، لكنهم اتفاجئوا إنها مش موجودة وإنها نطت من الشباك. وسارة راحت مع صديقها الحفلة وقضت ليلة سعيدة معاه. في الوقت اللي فضل أبوها مستنيها ترجع، لكنها ما رجعتش غير الصبح. وقابلها أبوها على باب البيت وكلمها بطريقة مش كويسة، واتخانقوا مع بعض. وقالت له أنا لما أوصل 18 سنة همشي ومش هتشوف وشي تاني. ورد عليها قال لها طول ما أنت في بيتي لازم تلتزمي بقواعدي. واتدخلت الأم وخلص الموضوع على كده. وفي قعدة حلوة بالليل مع أمها وأختها حلفت إنها لما تكمل 18 سنة هتسيب البيت وتسافر مع صديقها، والأم اتمنت ليها حياة سعيدة. في الوقت دوت سمع أبوها اللي كان ماشي قدام أوضتها، وطبعا ما كانش عاجبه الكلام ده، لكن قعد يفكر إزاي يربي بنته ويمنعها تعمل اللي هي عايزاه. فجت على باله فكرة جهنمية، فنزل البدروم وراح فتح باب سري في البدروم. وتاني يوم الصبح كانت سارة قاعدة بتكلم صديقها في التليفون، ونادى عليها أبوها علشان يساعدها إنها تشيل معاها صندوق كان عايز ينزل بيه البدروم. وفعلا سارة ساعدته ونزلت معاه البدروم. واتفاجئت سارة بباب الغرفة السرية اللي في البدروم، وقالت له المكان ده مقرف جدا. قال لها ازاي، ده مكان جميل. وسابها وخرج وقفل عليها الباب. وسارة فضلت تندى على أبوها يفتح لها الباب وهو شايفها بتصرخ، لكنها عرفت إن البدروم فيه عازل للصوت ومهما صرخت محدش هيسمعها. وسابها الأب وحبسها في البدروم ومشي. وفضلت تصرخ وتطلب النجدة، لكن طبعا محدش هيسمعها. وفتحت الصندوق وكان أبوها شايل لها فيه شوية هدوم ليها وكشاف نور. وحاولت تفتح الباب بالرقم السري، لكنها اكتشفت إن النور بيقطع مع ثالث محاولة غلط. وأبوها سد كل الأماكن اللي ممكن صوتها يوصل منها، وساب لها مكان بسيط علشان تعرف تتنفس، وخرج من البدروم. في الوقت دوت كانت الأم وبنتها التانية قلقانين جدا على سارة، ومش عارفين هي راحت فين واتأخرت قوي كده ليه. والغريب إن الأب كان قاعد في منتهى برود الأعصاب كأن مفيش حاجة حصلت، وقال لهم يلا بينا ننام. لكن زوجته قررت إنها تبلغ الشرطة. وعدى أول يوم على سارة في البدروم، وتاني يوم فضلت سارة تلف في المكان بتدور على مكان للخروج، لكن مش لاقية حاجة خالص. وفضلت على كده لمدة 4 أيام لحد ما دخل أبوها عليها، وراحت هجمته وفضلت تصرخ وتخبط على الباب. أبوها قال لها صرخي زي ما أنت عايزة، محدش هيسمعك ولا يحس بيكي. وبتسأله أنت بتعمل معايا كده ليه؟ قال لها علشان أنت مش محترمة وما بتسمعيش الكلام. فحاولت تخرج تاني لكنها معرفتش. وأبوها زعق معاها وضربها ومسك إيديها وكتفها من ورا، وقام بأبشع جريمة ممكن أب يعملها، إنه اغتصب بنته وسابها وخرج. وبعد كده جه ضابط البوليس بيحقق في اختفاء سارة. أمها وأختها كانوا بيعيطوا وقلقانين جدا، والأب كان في مروح على قلبه ولا كأن في حاجة حصلت. وقال للضابط إنها سافرت وسابت البيت لأنها كانت بتفكر في كده. ووصلنا ل7 يوم ولسه سارة في البدروم تفتكر خروجاتها مع صديقها وأحلامهم مع بعض. وتاني يوم راح صديقها للبيت علشان يسأل عليها، فقال لأبوها إنها سابت البيت وسافرت مع صديقها ستيف اللي كان صديقها من الطفولة، وإنها بتحبه جدا. لكن كريس صديقها كان مضطر إنه يصدق كلام أبوها ومشي. وفي اليوم ال21 لسارة في البدروم دخل عليها أبوها وجاب لها تورتة صغيرة بمناسبة عيد ميلادها، وعايز يحتفل معاها بعيد ميلادها ال18. وجاب لها هدية تانية ملابس نوم، وقال لها قومي والبسيه دلوقتي. وقال لها أنت حلوة أوي النهاردة، وقال لها ليك الحق تختاري. قالت له أخرج من هنا. قال لها لا ده لسه بدري على الكلام ده. فطلبت منه تلفزيون وساعة، وقال لها زي ما أنت ليكي طلبات أنا برضه ليا طلبات. وطلب منها إنها تقرب منه علشان يغتصبها لتاني مرة. وفي اليوم ال38 حاولت سارة تهجم عليه بغطاء علبة تونة علشان تخرج، لكنه مسك إيديها وضربها ووقعها على الأرض. وقال لها من ساعة ما اتولدتي وأنا وأمك بنقدم لك ونعطيكي كل حاجة، وإن جه الأوان إنك تعطيني أنا كمان. ومارس معاها العلاقة الحميمة. وفي اليوم ال354 كانت سارة حامل من أبوها، وجالها وقت الولادة فمسكت كتاب عن الولادة كان أبوها جابه لها، وحاولت مع نفسها لحد ما ولدت طفلة جميلة وسمتها ماري. وبعد 4 سنين
حملت سارة تاني، وكانت ماري كبرت وبقى عندها 4 سنين، وطلبت سارة من أبوها الخروج، لكنه رفض خروجها بشكل قاطع وقال لها انسي، ده شيء مستحيل، وسابها وخرج. وقالت له زوجته إنها عايزة تجيب شرطي سري علشان يدور على سارة، لكنه رفض بشكل عجيب وقال لها أنا مش هصرف مليم على المحقق ده، وكفاية عندنا بنت، ورفض إنها تدور على سارة. وبعدها جاب الأب دون تلفزيون لسارة، وكانت ماري وسارة فرحانين جدا بيه، وماري ما كانتش تعرف يعني إيه تلفزيون، كانت أول مرة تشوفه. بعد 7 سنين كانت ماري مريضة، ورفض دون إنها تخرج وتروح للدكتور. وتاني يوم قابل كريس صديق سارة إيمي أختها، وعرفت منه إن أبوها قابله وقال له إنها سافرت مع صديقها من الطفولة، وقالت له أنت قابلته إمتى؟ ونرجع نشوف سارة وهي حامل ل3 مرة، وهي بتلعب مع بنتها وابنها اللي مش عارفين دلوقتي دول يبقوا ولادها ولا اخواتها. ولما ايمي وامها واجهوا الاب دون بمقابلته مع كريس، دون دافع عن نفسه وسالوه انت عملت كده ليه؟ انت عملت حاجه في ساره؟ وايمي خدت مفاتيح ابوها ونزلت البدروم، وكان ساره بتولد الطفل الثالث، وفضلت ايمي تدور في البدروم على اي دليل، لكن ابوها شافها وخرجها من البدروم. وبعد ما ولدت ساره الطفل الثالث دخل عليها ابوها واقترحت عليه انه ياخد المولود الثالث ويربوه فوق مع امها واختها بحجه انها تبقى فاضيه ليه. وافق دون على كده. وتاني يوم بتفتح الأم الباب، لقت طفل لسه مولود، ولقت رسالة من بنتها سارة بتقول لها ده ابني توماس، اهتم بيه وقومي برعايته علشان أنا ظروفي وحشة جدا وهبقى أجي تاني أخده. ففرحت الأم جدا وعرفت إن سارة كانت موجودة هنا، وندهت على دون اللي جه وعمل نفسه متفاجئ بالموضوع. وشالت الأم الطفل، لكنها ما خدتش بالها من ورقة تانية كانت كاتباها سارة بتقول لها إنها محبوسة في البدروم، لكن دون شاف الورقة وحطها في جيبه. بعد كده دخل البدروم على سارة مع أولادها ال3 وبيواجهها بالورقة، وطلب منها تلبس قميص النوم وطلبها للعلاقة. ومرت السنين والأيام والأولاد كبرت وبقوا شباب، لكن سارة خافت على ماري من دون اللي اتكلم معاها بطريقة مريبة، وهددته وقالت له مالكش دعوة بالبنت دي لسه طفلة. وكانت سارة حامل للمرة الرابعة وبعد 17 سنة في يوم كان ممطر جدا، وسارة حامل بيظهر توماس اللي بقى شاب كبير مع جدته. وبعد كده بنلاقي سارة بتحاول تفتح فتحة في السقف كان بينزل منها مية المطرة، وفضلت طول الليل تحاول تفتح في الفتحة. وعرف دون باللي بتعمله سارة، ودخل عليهم البدروم وضرب سارة في وشها وفي بطنها، وكان همجي جدا. وولدت سارة، لكن المولود مات بسبب ضرب دون ليها. بعد 18 سنة حصل نقاش عنيف بين الأبناء وسارة، اتهموها إنها السبب في اللي هم فيه وإنهم عايزين يخرجوا. فتتعصب سارة جدا وبدأت تكسر كل حاجة في المكان ووقعت على الأرض. وبعدها لما فاقت اعتذر الأولاد عن اللي حصل، وحكيت لهم سارة حكايتها كلها، هي مين ومين دون ده، وإن دون هو أبوها، وإن هو اللي حبسها واغتصبها في المكان ده، وإنها تبقى المفروض أختهم. فلما عرفوا بالحقيقة انهاروا، وجت نوبة الربو لماري وقالت لهم سارة إنها مش هتسيبهم خالص. وفي تاني يوم دخل عليهم دون وبيكلم سارة بطريقة وحشة، فتعصب عليه الولد وقال له ما تتكلمش بالأسلوب ده، فاستفز دون جدا، فهجم عليه مايكل بيحاول يضربه وسابهم دون وخرج. بعد تفكير عميق قرر دون انه يدخل خرطوم من البدروم ويفتح عليهم الغاز علشان يموتوا كلهم مخنوقين، لكن توماس دخل عليه ومنعه من اللي كان عايز يعمله. وفي تاني يوم كانوا عاملين حفلة في الجنينة، ودون بيشوي الأكل والدخان كان واصل لماري في البدروم، وكانت تعبانة جدا من الدخان. ودخل عليهم بالليل بيقول لهم في ايه؟ قالت له سارة بأن ماري عندها أزمة ربو كبيرة ولازم تروح للمستشفى دلوقتي حالا وإنها بتموت، لكن الحقير دون كان رافض. وبعد إلحاح سارة عليه وافق، لكنه قال لها لا انا اعرفك ولا انت تعرفيني. فوافقت ساره واقسمت انها مش هتقول حاجه. فوافق دون وخرج بساره وماري لوحدهم، وقال لمايكل خليك انت هنا. وهم خارجين شافت ساره البيت وحست باشتياق وحنين لبيتها اللي بقالها 20 سنه ما شافتوش، وركبوا العربيه وراحوا بسرعه على المستشفى. وهنا بنشوف المشهد اللي شفناه في اول الفيلم. ودخلت ماري الرعايه المركزه وحاولوا الدكاتره ينقذوها لحد ما رجع النبض من تاني، وبدات ساره تطمن عليها. لكن وهم قاعدين في المستشفى شافت ساره ضابط شرطه وراحت جري عليه، وكان وراها دون الحقير، لكنها سبقته وراحت للضابط وطلبت مساعدته وقالت له على كل حاجه. فراحت الشرطه البيت وخرجت مايكل من البدروم، لكانت حالته حرجه جدا وكان اول مره يخرج ويشم الهواء. وكان توماس والام كانوا واقفين بيعيطوا وقبضوا على دون واعترف بجريمته. وبعد حبس دون بقوا كلهم في امان وسلام، ورجع كريس صديق ساره ورجع الحب ما بينهم تاني، وقعدوا يفتكروا ذكرياتهم وقرروا انهم لازم يكملوا مع بعض. وفي نهاية الفيلم اللي بنفكرك انه قصة حقيقية حصلت في امريكا. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم ايه في التعليقات، وتعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في ماجيك موفيز وتفعلوا الجرس. ولحد ما نتقابل الفيلم اللي جاي اقول لكم احلى سلام لاحلى جمهور.